الطويل قال بعض المعرفة يا ضماري ارفعها ما وراه لا تشوف العراقل بعدها بشرح القصة بكل اختصاري رحت خاطب ورواق من بنات المراجل. هذا الشيلة مرسلة من المملكة العربية السعودية من الأخ هيثم عبده مقبل مسعد الطويل من أهالي محافظة إب مديرية فرع العدين قرية السريح، تحكي وتعبر عن ما فيها وبصوت الشاعر طارق الطويل. الطويل قال بعض المعرفة يا ضماري ارفع ما وراه لا تشوف العراقل بعدها بشرح القصة بكل اختصاري رحت خاطب وراقب من بنات المراجل رحت قاصد لعمي والنشامة جواري عبر أخي وابن عمي عن طريق التواصل في قبولي 3 أيام غير مساري تم رفض الطلب من دون أي مشاكل عام وانا وعمي جاري البحث جاري والوساطة تكامل والشيوخ والأفاضل من دياري ومن خارج ضحايا دياري بعدها رد لي عمي موافق وقابل باتصال يبارك لي ورد اعتباري قال يا ابني تشرفنا شرف فيك كامل قابلين فيك يا هيثم وهذا قراري البنية مع أهل البيت راضي وقابل تمم الله لكم والنسبة أحسن خياري أسأل الله يجمع بينكم دوم واصل 4 أيام سقيت أهلي وربعي وجاري دمي وانا مغترب عن دياري وراحل ذلك اليوم نفسه كنت احول مصاري في فلوس الخطوبة كنت دافع وباذل لكن الدورية فجأة تغير مداري وجهوني وشولوني مراحل منتهي الإقامة حيثما أنا بداري حجز بالقسم موعد خطبتي والمحافل سكر الأمن جوالي وشدد حصاري وانقطاعي أنا وأحبابي بشتى التواصل حالتي وقتها يا أخوك حال الطوارئ رغم وانا على الميعاد وافي وجامل بيض الله وجيها الأهلنا بافتخاري جملوا موقفي ما حد عرف للتخاذل كل من جاب ما يملك وكمل مساري والكريمة كرامها من جميع الوسائل حيث وانا مغيب والغياب اضطراري خلفي قضبان سجني ما عرفت ايش حصل ما دريت ايش حصل في خطبتي باعتباري من قطع عن مراسيم الخطوبة وبابل في خروجي فتحت الخط بعد انكساري وابصر الاتصالات كلها والرسايل التباريك وصلت بعد طول انتظاري
والتهاني من الأصحاب خارج وداخل، باركوا لي على الخطبة دياب القفاري، عزوتي كلهم والعم سيد المراجل، واخوتي والاخوات لا والبيتي وداري، وصلت التهنئة يوم انطفى الموبايل، كلها قصتي هذا وهذا حواري، وصلت تبلغ المختار خير الأفاضل.